ازيكم؟ يا رب تكونوا بخير واحسن حال. هنعمل مع بعض اكله بسيطه جدا والكل طبعا عارفها، لكن قبل ما ابدا تعملي لي لايك، تعملي لي اشتراك للقناه عشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه. زي ما انتم شايفين طبعا هي اكله طبعا الكل عارفها، اكله الكوسه بالخضار، يعني بالصلصه كده، وحاجه جميله، وباللحمه المفرومه. يعني اكله بسيطه لو انت محتاره على الاكل. هتجيبي كده الكوسه هتعملي فيها شكل كده، يعني هتخربشيها كده زي ما انت شايفه، تخلي بس لها شكل. طبعا الاكل طبعا ديت الكل عارفها. هتقولوا طب احنا عارفين الاكله دي، بس فعلا انتوا عارفين الاكله ديت، بس في فرق بقى لما انت عملت عليها لحمه مفرومه. يعني طعمها وجمالها حاجه، يعني حاجه جميله جدا. يعني حتى لو عندك ربع كيلو لحم، نص كيلو، من اقل حاجه هتعمليه احلى كوسه باللحمه المفرومه. وكمان هنغير كمان، بدل ما نعمل رز بشعريه، لا هنعمل رز يعني حبايه وحبايه، يعني الرز متحمر وحبايه لا. واكله بسيطه جدا ومش مكلفه ولا اي حاجه. زي ما انت شايفه طبعا انا بقطع الكوسه طبعا، يكون الكوسه كلها، يعني التقطيع كله واحد، مش واحده رفيعه واحده تخينه. انا طبعا مخليه الكوسه تخينه، مش مخليها رفيعه، علشان خاطر الكوسه لو بدت معاكي يوم كمان، تاني يوم وتيجي يعني تاكلي منها تاني، ما مش لما تيجي تسخنيها مش تبوظ معاك، مش تتهري منك او تبوظ معاك. لازم تخلي الكوسه يعني السمك بتاعها يكون تخين شويه، علشان خاطر لما تيجي تسخنيها تاني. بعد كده طبعا هتجيبي اللحمه المفرومه دي، طبعا مش مكمله، ربع كيلو لحمه زي ما انتم شايفين. وبعد كده طبعا هتجيبي اللحمه تشوحيها، وبعد كده هتجيبي البصل تشوحيها زي ما انت شايفه كده، وبعد كده هتجيبي الطماطم اللي احنا فرمناها نص فرمه. تمام. وبعد كده طبعا تقلبيها، وبعد كده طبعا تحطي معلقتين من معجون الصلصه. طبعا بعد ما غسلت الكوسه كويس وعدت كويسه، هتضيفيها بقى في الصلصه والصوص اللي احنا عملناه. هتضيفي بقى كمون، بهارات، فلفل اسود، يعني اي بهارات عندك، بس انا ما حطيتش الا فلفل اسود بس، يعني اللي كان موجود. تمام. وطبعا وضفت الملح. انت بقى تظبطي الملح زي ما انت شايفه. طبعا بعد ما تستوي تعلوا النار، وبعد ما حسيتي خلاص اللي هي بدات اللي هي تشرب شويه الصوص بتاع الصلصه وكده، تهدي عليها النار وتغطي عليها. زي ما انت شايفه الكوسه مستويه معانا، تهدي عليها النار، ولا تعلي ولا تهدي، خليها في المتوسط زي ما انت شايفه كده. وبعد كده طبعا هنجهز الرز بقى. طبعا احنا بعد ما غسلنا الرز كويس، هنضيف طبعا في الحله اللي احنا هنحمر فيها الرز. طبعا هتعملي حبايه وحبايه. طبعا حابه تعملي بالشعريه، رز بالشعريه مفيش مشكله، بس انا حبيت اللي انا اعمل الرز يعني حبايه وحبايه. طبعا الرز بعد ما اتحمر معانا عاد كويس، فهنضيف بقى الرز التاني زي ما انت شايفه كده. وبعد كده تقلبيه، وبعد كده تضيفي الميه. طبعا في رز بيختلف، في رز بيعوز ميه كتيره، ورز لا مش بيعوز قد كده. فانتي خلي دايما الميه بتاعه الرز تبقى فوق الرز كده. طبعا وهتضيفي الملح، بعد ما الميه ما نشفت من الرز، هتهدي النار على الرز عشان خاطر الرز كله يستوي زي ما انت شايفه كده. وكمان شكله حلو قوي، عامله حبايه وحبايه وتغيير، وبدل الشعريه تغيير وكده. زي ما انت شايفه بقى ما شاء الله، اكله بسيطه، وطبعا اكله للغدا حلوه قوي وجميله. حتى الكوسه كمان لو فضلت تاني يوم مش هيحصل لها اي حاجه، مش هتسير ولا اي حاجه، عشان حاجه انت متخنه الكوسه، مش مرفعاها. طبعا اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبك. مع الف سلامه، ان شاء الله اشوفك في فيديو جديد. مع الف سلامه.